تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة في برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. ديسمبر 2002 كان يوم جمعة. صحيت بدري، فطرت، لبست تيشيرت الزمالك وحضرت كل اللي انا عايزه، وشلت العلم الغالي العالي في ايدي ونزلت. ركبت من شارع الهرم لرمسيس، وكان ميعاد صلاة الجمعة. دخلت مسجد الفتح عشان الاقي اكتر من نص الناس اللي جوه لابسه تيشيرت الزمالك، رجاله وشباب واطفال والاعلام معاهم. كان مشهد من اجمل ما يكون، وانت شايف الصفوف معظمها زملكاويه. كان فاضل بس ان الامام يدعي للزمالك بالفوز. خلصت الصلاه وخرجنا عشان نركب ونروح استاد القاهره، يوم نهائي ابطال افريقيا قدام الرجاء المغربي. وصلنا الاستاد تقريبا قبل الماتش ب6 ساعات. آلاف الناس موجودة، زحمة، عساكر، خيل، وتفتيش وبعده تفتيش وبعده تفتيش وبعده تفتيش. وأخيرا وبعد 4 ساعات بره الاستاد وصلت المدرج. منظر مش طبيعي. ايه كل الناس دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الانتماء ده؟ لسه فاضل على الماتش ساعتين، مناقشات وكلام في التشكيل. تبص على يمينك تلاقي ناس من بورسعيد بعلم المصري، تبص على شمالك تلاقي ناس من الاسماعيلية بعلم الاسماعيلي، تبص وراك تلاقي ناس من السويس بعلم السويس الحبيبة. ومش هبالغ لو قلت لكم ان كان في اهلاوية في الاستاد بتيشيرت الاهلي. قد كده الزمالك قدر يجمع مصر على حبه والرغبة في الفرحة. نزلت اللعيبة تسخن، الجمهور بينادي على كل لاعب باسمه، والجهاز الفني للزمالك بيؤمر اللعيبة تروح كلها تحيي الجمهور مرة واحدة عشان تركز في التسخين. عمري ما هنسى نظرة في عين حسام حسن وهو بيضرب على صدره بتقول ما تخافوش هتروحوا فرحانين. خلص التسخين، اللعيبة دخلت والمدرجات هديت في نوع من الهدنة قبل الماتش. نزلت اللعيبة وبدأ الماتش. دقيقة بعد دقيقة بتمر، دم الناس بيتحرق مع كل كورة مقطوعة أو هجمة ضايعة. ومرة واحدة وفي آخر الشوط الأول تحديدا الدقيقة 49، وهم عندهم سرعه في الانقضاض وفي روح والوقت بيمشي. طبعا نادي الرجاء بيحط رجله على الارض، وادي تاني حازم وبيشوط وكوره حلوه، جول جميل 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 جميل. تامر يا سلام. لسه بقول لحضراتكم يا ترى ايه اللي هيعمله تامر عبد الحميد وحازم امام، لكن تامر عبد الحميد يجيب جول مؤثر جدا يضعه يسحب البساط من الكل في هذه اللقطة، وكأنه من كوكب آخر تامر عبد الحميد. المجهود المبذول ويشعل حماس الملايين من عشاق الصاحرة المستديرة والآلاف الموجودين هنا في استاد القاهرة. تامر عبد الحميد. فرحة فرحة فرحة، الناس كلها بتحضن بعض وناس كتيرة بتعيط. يبدأ الشوط التاني، تمر الدقايق تقيلة، كل الناس مستنية الفرحة الكبيرة. آخر دقايق في الماتش، الاستاد كله واقف على رجليه، الأعصاب مشدودة وكله خايف. وفي الآخر الحكم بيصفر. الزمالك بطل أفريقيا للمرة ال5. 3 ساعات من الاحتفالات جوه الاستاد بين الجمهور واللعيبة، وبعدها خرجنا عشان نلاقي كل العربيات رايحة على 100 عقبة. نادي الزمالك ممنوع تروح. ذكرى مش ممكن تتنسي لو بعد 20 سنة، وعندي إحساس إننا إن شاء الله هنعيش الفرحة دي تاني. عاش الزمالك.
الوداد فوق الملعب مميز جدا الحقيقة. كرة للزمالك ممكن التسديد تركز على احمد صالح في الانطلاق، من سدد التمريره كانت ممتازه. عبد الواحد محمد عبد الواحد في خبره بنجاعه بواقعيه من ثاني كوره في القيام مع تامر. عبد الحميد يلعبها في الوسط لاحمد صالح، احمد صالح في التمرير، كره ممتازه، برافو احمد صالح، والهدف الثاني 2-0 من حازم امام، مهندس الكره المصريه، مهندس كوره زملكاويه في المرمى البيضاوي ممكن لنهايه المشوار. 2-0 للزمالك في الدقيقه 16 من الشوط الثاني. السوبر قد يتكلم مصري مره اخرى. 2-0 حازم امام يعني كان بسهوله يضع الكره في الشبكه، لكن فنيات ومهارات حازم اراد ان يعطي للهدف مسحه فنيه جماليه. حازم امام شوف التمرير، شوف الخارجه بالدفاع على احمد صالح، الكنترول يا صالح يخرج كوره بالمليمتر وسط الدفاع المغربي، ثم ملعوبه من عبد الحليم علي لفنيات حازم امام في المرمى. 2-0 اعاده من زاويه اخرى للهدف المصري لنادي الزمالك. تمريره احلى من الهدف، طبعا هو الهدف اهم في كل ضخمه لمحها لفريق الزمالك. الزمالك في هجمه جديده، راس رسمي الحارس عبد الحليم علي يعمل اولى، عبد الحليم عبد الحليم علي اللي عنده 6 اهداف في كاس بطولة افريقيا. الهدف الثالث وممكن نقول بدا احتفال على الهدف هذه المره هو جمال حمزه. شفتوا لاعب مغربي واحد كان في التصدي، كان 3-0 للزمالك. 20 دقيقه الان في الشوط الثاني. دي ماركو بوا بيقطع اهداف الزمالك في ماتش الوداد وكاس السوبر سنة 2003. الحقيقة لا أتمنى أكتر من تكرار النتيجة. كل اللي أتمناه إننا نوصل 3-0، نتيجة هتحط للزمالك رجل ونص في ماتش النهائي. بس يا ترى مين هيكون أحمد صالح، ومين هيكون محمد عبد الواحد، ومين هيكون حازم إمام، ومين هيكون عبد الحليم؟ بطولة الزمالك بتنادي، بطولة أفريقيا بتقول يلا يا زمالك. مبروك لأسطورة الزمالك حازم محمد يحيى الحرية إمام الحصول على مقعد العضوية في مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. مبروك على الكابتن خالد لطيف حفيد أيقونة الزمالك الكابتن محمد لطيف الحصول على مقعد العضوية في مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. كل اللي مخوفني إن وجود الأسامي دي يكون تمهيد لوضع بصماتهم على السكينة اللي هيتذبح بيها الزمالك. الأسامي اللي موجودة في المجلس واللي منها واحد حلف بالطلاق قدام سامي العدل الله يرحمه إن الزمالك مش هيفوز ببطولة وهو في الاتحاد، موضوع يخوف. مش متفائل أبدا، وربنا يستر. نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. سعيد جدا بالمتابعات القليلة اللي معايا. في النهاية أتمنى الدعم منهم، لأن ببساطة من غيرهم ولا حاجة. لايك وشير، واشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك، يفوز نادي الزمالك بإنجاز تاريخي. نادي الزمالك الاسم الابدي والناجح الازلي في الكرة العربية.
شجع الزمالك علو